يعني إيه لازم تبقى دكتور أو مهندس علشان تبقى ناجح؟ هو النجاح شهادة ولا إنك تشتغل في حاجة شبهك فعلا؟ السلام عليكم. أنا مريم درويش، متخصصة في الإرشاد المهني واكتشاف الذات. في قناتي بنتكلم عن الشغل وتحقيق الذات بطريقة مختلفة، طريقة بتربط ما بين ذاتك الحقيقية وتطور سوق العمل. فلو أنت مهتم بالمحتوى ده، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال سيبهولي في الكومنتات. من واحنا صغيرين اتقال لنا إن كليات القمة هي الطريق الوحيد للنجاح. لو دخلت طب أو هندسة انت شاطر، غير كده انت فاشل ومش قدها. والحقيقة الطب والهندسة هي كليات عظيمة، بس مش لكل الناس. في فرق كبير بين إنك تختار مجال لأنه بيضمن لك لقب أو دخل كويس، وبين إنك تختاره علشان بيشبهك وبيفتح لك باب إنك تتميز وتبدع فيه. في علم النفس المهني بيقولوا إن الإنسان بيبدع أكتر لما يشتغل في مجال بيشبه شخصيته وقدراته وميوله. وده سبب إنك تلاقي ناس اتخرجت من كليات قمة ومش طايقة شغلها، وممكن تعمل شيفت كارير أصلا. زي يحيى الفخراني، كان طبيب وبعد كده لقى نفسه في الفن والتمثيل وحقق نجاح كبير فيه. وفي ناس دخلت كليات بيتقال عليها كليات عادية، بس قدرت تثبت نفسها فيه لأنه بيشبهها. أبو هشيمة كان متخرج من تجارة ودلوقتي هو من أكبر رجال الأعمال في مصر، وغيرهم كتير. فقبل ما تحكم على نفسك بالفشل، حدد انت أصلا في الطريق الصح ولا لأ. جرب دلوقتي تعمل حاجة بسيطة اسمها خريطة قوتك الشخصية. أول حاجة اكتب 3 حاجات بتعملها بسهولة وبتستمتع بيها. اكتب موقف واحد عملت فيه حاجة وحسيت انك مميز فيه عن باقي الناس واللي حواليك لاحظوا ده. رقم 3، اكتب نشاط أو مجال نفسك تجربه حتى لو من غير فلوس. لما تخلص بص على ال3 حاجات دولت، هتلاقي بينهم خيط بيرسملك ملامح طريقك الحقيقي. وهي دي أول نقطة بيبدأ من عندها طريق النجاح. الخلاصة مش معنى إنك مش في طب أو هندسة إنك أقل، ومش معنى إنك فيهم إنك خلاص وصلت. النجاح الحقيقي إنك تمشي طريقك الخاص بطاقتك وذاتك وشغفك. لو أنت كملت الفيديو لحد هنا فلايك وشارك الفيديو مع حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفك في الحلقات الجاية. سلام.